كلنا عرفنا ان ابراهيم شيكا توفاه الله، ربنا يصبر اهله ويرحمه وينور قبره وان شاء الله نحتسبه من الشهداء. انا متابع من الصبح ومراقب كل حاجه وشايف كل حاجه من الصبح. هو على ما اعتقد توفاه الله على الساعه 8 او 9 الصبح حاجه زي كده. شايف صناع المحتوى وهم بيتصارعوا وبيتسابقوا على مين يلحق ينزله الاول. الرجاله صاحيين من النوم بعمصهم ولسه وشهم منفخ وفاتحين الكاميرا وحاطين دمعتين في عينهم بيقولوا الله يرحمك يا شيكا. قصه ان الدمعه مش بتنزل، انا مش بشوفكم غير بطريقه واحده بس. ايه ده؟ صاحبي مات؟ فين التليفون بسرعه؟ فين التليفون؟ دي فرصه جميله. الله يرحمك يا صاحبي. انتوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ لا وفي فيديو وفي 2 وفي 3 وفي 4. ما الموضوع حلو وفيه ريتش. ده انا شفت ناس لما نزلوا فيديو عن الموضوع دوت والفيديو ضرب عندهم راحوا فاتحين لايف ورا الفيديو على طول. فرصه مش هنضيعها. انا بقول الكلام ده ومش فارق معايا بس عشان حاسس في نفسيتي، واللي عايز يزعل مني يزعل. ما اقصدش حد بعينه، بس لو على راسك بطحه بالهنا والشفا. لما بقى عندي حاله وفاه بنزل اجري على صاحبي وعلى الجنازه، مش في دماغي اصلا التليفون ده ومش طايق التليفون. واكبر دليل على كلامي دوت ان زوجة ابراهيم شيكا ما شفناهاش خالص طلعت في فيديوهات. ليه؟ لان حب صادق، مش هاممها ريتش وخلاص. مش عايز اقول لكم غير حاجه واحده بس، كاتكم القرف. ادعوا له يا اخواتي بالرحمه وافتكروه في صلاتكم بالدعاء. ودلوقتي هندعي له، ولو بتتفرج على الفيديو قول ورايا امين. لو 100,000 شخص ورايا قالوا امين ولعلها دعوه استجابه تكون من نصيب